اهلا بحضراتكم. معاكم حسام طه بكر. هبدا اشرح لحضراتكم النهارده في مجال الجغرافيا التكتلات الاقتصاديه. التكتلات الاقتصاديه دي عايزين نفهمها، بس عشان نفهمها يعني في حدوته لازم نحكيها الاول. انا وحضرتك ومعانا 3 اصحابنا، احنا 5 اصحاب ومتفقين فكريا مع بعض، كلنا شبه بعض وكلنا محترمين وكلنا اصحاب. انا وحضرتك والثلاثه اصحابنا احنا ال5 فاتحين محلات، والمحلات كلها جنب بعض. انا فاتح محل خضار وفاكهه، وحضرتك فاتح محل اسماك، وزميلنا فاتح محل لحوم، وزميلنا فاتح محل ملابس، وزميل لينا كمان فاتح محل خضار وفاكهه زي. يبقى 2 خضار وفاكهه، 1 اسماك، 1 لحوم، وممكن 1 ملابس. تمام؟ احنا 5 جنب بعض. فقلنا طيب ما نيجي نتحد. انا عندي 100 زبون بيتعاملوا معايا، وحضرتك عندك 100 زبون، والمحل اللي جنبنا 100 زبون، والمحل 100 زبون. فاحنا 5 اصحاب. قلنا طيب بصوا، احنا ندمج المحلات كلها مع بعض. بدل ما يبقى 5 محلات جنب بعض، احنا نجمعهم كلهم، هيبقوا سوق مول كده. نفتح مول كده احنا 5، ويبقى اسمه مثلا التكامل. تمام؟ سميناه مول او سوق التكامل. تمام. هنستفاد ايه؟ هستفاد ان الزباين اللي عندي والزباين اللي عندك والزباين اللي عند زميلنا اللي بيبيع سمك، وزميلنا اللي بيبيع لحوم، كلهم عرفوا بعض. فانا كنت ببيع الاول ل 100 زبون، دلوقتي بقيت ببيع ل 100 زبايني، وزباين حضرتك 100، وزباين احنا 5. يبقى دلوقتي الزباين او العملاء اللي بيتعاملوا معانا بقوا كام؟ بقوا 500. فانا الاول كنت ببيع 100 كيلو خضار مثلا او فاكهه او حاجه، دلوقتي انا هبيع كام؟ هبيع 500. فانا هبيع اكتر، الطلب زاد، العملاء زادوا، فانا طبعا نشاطي هيتوسع، فهكبر مجالي. وحضرتك برضو كنت بتبيع مثلا اسماك، فكنت بتبيع مثلا 100 كيلو، دلوقتي انت هتبيع 500 كيلو. فحضرتك يعني ايه في رزق زياده، فهتكبر في مجالك. وزميلنا اللي بيبيع لحوم برضو هيكبر في مجاله. ليه؟ لان العملاء او المستهلكين زادوا. بعد الاول كان كل واحد عنده زباين 100، دلوقتي بقينا كلنا على بعض في المول، السوق اللي احنا فتحناه جنب بعض كده. لما فتحنا دمجنا المحلات كلها مع بعض بقينا 500، او بقوا العملاء 500. طيب هنتعامل مع بعض ازاي؟ والله انت حبيبي وصاحبي ومعايا في قلب المول. قلنا بص يا عم، دلوقتي انا هبيع لك مثلا كيلو الفاكهه ب 20 جنيه. ده لاي حد، ده لاي حد غريب يعني، بس انت عشان حبيبي وجنبي ف هبيع لك الكيلو مثلا اقل شويه، هبيع لك كيلو ب 15. تمام؟ فانا هراعيك علشان احنا كلنا يعني ايه في منطقه واحده. تمام. حضرتك مثلا بيبيع كيلو السمك وليكن ب 100 جنيه، بس لما تبيعوا لي انا برضو معاك يا عم في قلب المول وصاحبك، وهتبيعوا لي مثلا تراعيني برضو في السعر، هتدوا لي جدعانه كده بكام؟ ب 90، هتقلل لي السعر. فاحنا هنتعامل مع بعض يعني ايه هنراعي بعض في السعر شويه. تمام؟ طيب انا فاتح محل خضار وفاكهه، وزميلنا برضو فاتح محل خضار وفاكهه، وبيجي الراجل مثلا الصبح فجر، مثلا الراجل التاجر بيجي ينزل لي بضاعه وبينزل له بضاعه. فاتفق انا وزميل اللي هو اللي فاتح محل زيي، اقول له بص يا عم، التاجر لما يجي هنشتري منه بتسعيره واحده، يعني ما فيش حد هيشتري منه بسعر اعلى والتاني سعر اقل، عشان ما نضربش السوق لبعض، عشان يبقى السعر ايه؟ موحد، بضاعتي وبضاعتك. تمام؟ طيب احنا ال5 فتحنا مع بعض المول او السوق المشترك بينا، وبعد كده ربنا يعني وسع على كل واحد فينا. دلوقتي في واحد عايز يجي يشترك معانا ويقول لك بص دخلوني معاكم المول بتاعكم ده، او السوق المشترك اللي انتوا عاملينه اسمه سوق التكامل. قلنا له بص يا سيدي، احنا 5 اصحاب، واحنا 5 يعني شطار جدا في شغلانتنا، واحنا 5 اسلوبنا كويس مع بعض، فانت تقدر تيجي تشتغل يعني وسطينا، وتقدر ان انت يعني ايه تسد زي ما بيقولوا في السوق، لان احنا 5 كبار، انت كبير زينا، تقدر ان انت يعني ايه تسد في السوق. قال لك لا. قلنا له لا، مش هتعرف ايه ندخلك السوق بتاعنا معانا. واحد تاني عايز يشترك معانا، قلنا له بص يا عم، دلوقتي لو انت القوانين بتاعنا اللي احنا مشينا عليها، انت قوانينك
تمشي معانا ولا لا؟ قال لك لا يا عم، انا نظامكم والسيستم بتاعكم والنظام مش، لا. قلنا له خلاص انت مختلف عننا، مش هندخلك معانا. واحد تالت مثلا قال لك ايه، عايز اشترك معاكم. قلنا له يا عم طيب انت راجل ذوق كده ومحترم، بتعرف تتعامل مع الزبون بادب وباحترام ولسانك حلو مع الناس. قال لك لا انا طبعي صعب. قلنا له لا، انت كده ما فيش عندك احترام ليه للتعامل مع الناس، فبعد اذنك مش هندخلك معانا. استفدنا ايه بقى؟ استفدنا ان احنا 5 بعد ما كنا عباره عن محلات جنب بعض ماسكه من اول محل فلان، وكل المحلات دي تبعنا لحد ناصيه الناصيه ماسكه ايه بدايه او اخرنا محل فلان. لما اندمجنا كلنا مع بعض في مول، السوق كبر، المبيعات كترت، ربنا وسع على كل واحد فينا وكل واحد كبر في مجاله. كلام حلو. هنا نبدأ حكاية النهاردة. يعني ايه تكتلات اقتصادية؟ قال لك التكتلات، تعال نبص الاول للخريطة دي، خريطة العالم. تعال كده على الايه دي خريطة العالم. تمام. تعال نشوف بقى مصر جنبها مين؟ جنبها ليبيا، جنبها تونس، جنبها جزائر، مغرب، موريتانيا، وهنا محيط اطلنطي، وهنا بحر احمر، وهنا بحر متوسط. الحدوته اللي احنا حكيناها دي عن اشخاص اصحاب جنب بعض، شبه بعض، شطار، اندمجوا مع بعض في مول او في سوق مشتركه بينهم، المبيعات بدات تزيد، ربنا وسع على كل واحد فينا وكل واحد بقى شاطر اكتر في شغلانته. ومش هندخل وسطينا في السوق اي حد، لازم يكون زينا. طيب هنا مثلا نحكي بقى الحدوته على مستوى الدول. دي افريقيا. افريقيا هجوم الدول بتاع شمال افريقيا، قالت لك انا مصر جنب ليبيا جنب تونس جزائر مغرب موريتانيا. طب ما تيجي نندمج كلنا مع بعض في سوق تجمعنا كلنا. قال لك بص يا عم، كل واحد شاطر في ايه؟ مصر قالت انا شاطره مثلا في الزراعه، تمام. ليبيا قالت انا عندي مصانع وبصنع ملابس وصناعه، تمام. تونس قالت لك انا تونس الخضراء، انا بتاعت زراعه برضو، واقدر ان انا ايه عندي انتاج زراعي كبير، خلاص يبقى كده برضو زراعه. الجزائر قالت انا عندي مراعي وعندي ماشيه واقدر اوفر لكم لحوم والبان ومنتجات اللي هي الثروه الحيوانيه، تمام. انت يا مغرب، المغرب قالت بص انا بتاعت سمك، انا هنا عندي المحيط الاطلنطي وعندي البحر المتوسط، وانا هنا اقدر اورد لكم ايه سمك كتير. كلام جميل. اتحدنا كلنا مع بعض الدول دي، وقالت احنا نعمل سوق بيننا مشترك، ان كل دوله تقدر توفر انتاج ايه ونشتري كلنا ونبيع مع بعض ونراعي بعض في السعر، تمام. مصر قالت انا اقدر اوفر، انا عندي استثمار زراعي وعندي مشروعات زراعيه وبصدر وبقدر اوفر الانتاج المحلي، انا ببيع جوه مصر ل 100 مليون واحد، عندي 100 مليون. يعني زي ما حضرتك في السوق انا كنت مثلا عندي محل ببيع خضار وفاكهه وببيع ل 100 زبون. مصر قالت انا اقدر اوفر ل 100 مليون عندي. بس دلوقتي لما نفتح السوق كلنا على بعض، قالت لك لا ده انا مش هبيع هنا بس، ده انا ممكن ابيع لسكان ليبيا وسكان الجزائر وسكان تونس وسكان ايه المغرب، تمام. فبدل ما مصر كانت بتبيع 100 هتبيع 500، لان السوق كتير، الزباين او السكان اللي موجودين في الدول كتير، فنقدر نصدر كتير. فهنا هيحصل انتاج زراعي كبير في مصر. مصر خلاص بقى عندها صادرات وبتقدر تصدر وبتطور نفسها، فالمجال عندها هيكبر بقى. ليه؟ لان السوق يشيل، زي ما بيقول السوق كتير. انت يا ليبيا قالت لك والله انا بتاعت صناعه، تمام، بتوفر لي عندك في ليبيا للسكان او للمواطنين عندك مثلا انتاج صناعي ملابس مثلا، قالت لك ده انا وطالما انا دخلت السوق معاكم ده انا هبيع لمصر وابيع للجزائر وابيع لمين؟ للمغرب وتونس. طيب الجزائر قالت لك انا عندي ثروه حيوانيه، انا اقدر اوفر لكم للوطن العربي ده كله ايه؟ لحوم. المغرب قالت لك انا اقدر اوفر لكم اسماك، تمام. نرجع تاني لنقطه ايه؟ المحلات بتاعتنا اللي جنب بعض. انا ببيع خضار وفاكهه وحضرتك بتبيع اسماك، والله هتيجي تشتري مني انت حبيبي ومعايا في السوق، فهراعيك في السعر، تمام، مش هبالك زي غريب. وحضرتك برضو لما اجي اشتري منك الاسماك برضو بتراعيني في السعر، عشان احنا كلنا ايه اخوات مع بعض. فمصر دلوقتي لو عايزه تبيع خضروات مثلا او تصدر خضروات للمغرب، فمش هيكون في بسعر عالي، لا هنراعي بعض في السعر. وكذلك المغرب برضو لما تبيع لمصر اسماك هتبيع لها بسعر برضو هتراعيها في السعر، عشان احنا كلنا اخوات مع بعض مش غريب. طيب والله مصر
عندها انتاج زراعي وتونس عندها انتاج زراعي. قال لك بص، لو حد هيجي يبيع لنا حاجه من بره السوق، هنوحد السعر ما بيننا علشان السعر ما يتضربش لا عندي ولا عندك. تمام، زي ما كان في المثال بتاعنا ان تاجر مثلا، تاجر الخضار الكبير اللي بيجي ينزل لنا البضاعه انا وحضرتك واحنا الاثنين عندنا محلات، بنتفق معاه على سعر موحد. فانا اي حد هيجي يبيع بضاعه من خارج السوق لينا في السوق، لا هنتفق على سعر موحد علشان ايه؟ ما يتضربش السعر عندنا. تمام. وبعد ما اندمجنا كلنا ربنا وسع علينا، وكل دولة اتطورت وبعت اكتر وطورت نفسها في المجال بتاعها اللي هي شاطرة فيه. حلو جدا. طيب في دولة بقى عايز تدخل معانا الايه؟ الاتحاد ده او السوق ده، او تفتح معانا في المول. قلنا لها بصي، لازم يكون عندك شروط. اول حاجة لازم تكوني قوية، وبرضو يعني ايه، علشان السوق دلوقتي احنا 5 كبار، انت دولة كبيرة زينا هندخلك معانا. ففي المثال بتاعنا، انت راجل بيبيع مثلا منتج معين او فتح محل بيبيع حاجه معينه، واحنا 5 كبار في المول، والمول يعني فاهم، او السوق مشتركه بتاعتنا مبيعاتنا كتيره واحنا شطار قوي. لو انت شاطر ادخل معانا. تمام. فلازم الدوله اللي تيجي تنضم لينا تكون برضو على نفس المستوى، يعني ايه الكفاءه بتاعتنا. احنا كبار فانت كبيره، تعالى خش معانا المول ونكبر كلنا سوا، انما ما تعطلنيش لو انت ضعيفه. طيب دولة تانية مثلا قالت والله انا عندي قوانيني مختلفة عن قوانينكم، لا تعدلي قوانينك علشان ايه؟ تنضمي انت اللي تنضمي معانا. تمام. دولة تانية مثلا قالت انا مثلا عندي احترام يعني احترام حقوق الانسان والاقليات، عندها مشاكل سياسية، قلنا لها لا انت مش هتندمجي معانا في المول بتاعنا. تعالى بقى نرجع للدرس بتاعنا. احنا اتفقنا على ايه؟ ان احنا نرجع تاني للمثال. احنا كنا 5 اصحاب و5 شبه بعض، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس الاصول اللي بينا، وكلنا دماغنا حلوه وكلنا شطار وناجحين وفاتحين 5 محلات مع بعض. دمجنا ال5 محلات في سوق مشترك بينا اسمه مول التكامل. تمام. فبدا الانتاج يزيد، وبدا ان بنبيع اكتر، وبدانا نحن نطور نفسنا. تعال نقيسها بقى كده على، احنا قلنا دلوقتي مثال على الدول. طيب تعالى نرجع بقى لايه؟ للدرس بتاعنا. قال لك التكتلات الاقتصاديه، يعني بيندمجوا كلهم مع بعض في سوق كبير الدول، وايه، وبيبيعوا اكتر، وكل دوله يعني ايه بتتطور اكتر، وفي نفس الوقت بتكسب اكتر، ومش اي حد يدخل وسطينا. اوروبا جمعت نفسها وعملت سوق ايه؟ اوروبيه كده. في اتحاد مثلا للمغرب. اتحاد المغرب هو في كل الدول اللي احنا حكينا عنها بتاع شمال افريقيا، بس اتحاد المغرب العربي ده صغير، يعني 5 دول. مصر مش معانا، احنا بادئين اتحاد المغرب العربي. ليبيا تونس جزائر مغرب موريتانيا، ده عاملين اتحاد كده ما بينهم اسمه اتحاد المغرب العربي. تمام. اوروبا جمعوا نفسهم وعملوا اتحاد اسمه الاتحاد الاوروبي. تمام. اسيا برضو كانوا عاملين اتحاد. امريكا الشماليه عملوا اتحاد برضو ما بينهم اسمه النافتا، كان ضامن الدول اللي موجوده في امريكا الشماليه اللي كانت الولايات المتحده والمكسيك. تمام. دي كلها تجمعات ان احنا دول قويه هنتجمع مع بعض، نفتح اسواقنا مع بعض، نبيع اكتر، نتطور اكتر، ومش اي حد ايه هندخله وسطينا. كلام جميل. نبدا بقى نشوف الدرس بتاعنا بيحكي عن ايه. احنا جبنا مثال عن اشخاص، تعالوا نشوف المثال ده بيطبق ازاي على دول. فالكلام الكبير اللي هو احنا شايفينه صعب عن التكتلات الاقتصاديه، نفتكر المثال اللي احنا قلناه، وبعد كده نلاقي الكلام سهل جدا. نقرا الكلام بقى. قال لك يعد تشكيل التكتلات الاقتصاديه ان دول هتندمج مع بعض في تكتل اقتصادي، يفتحوا مول او سوق مشترك ما بينهم. قال لك ظاهره حديثه ترجع الى بدايه القرن العشرين بعد الحرب العالميه الثانيه. وقد تنامى يعني زادت سرعه توجه الدول للانضمام الى هذه التكتلات، وخاصه الدول المتقدمه بعد الحرب العالميه الثانيه في الخمسينات القرن الماضي. حصل في العالم كتلتين كبار كده، كتله اسمها الاتحاد السوفيتي، وكتله اسمها الكتله الراسماليه اللي هي دول اوروبا ومعاها امريكا. تمام. دول كبار ودول كبار. طيب احنا فين بقى؟ الدول الكبار دول اللي هو الشرق والغرب عملوا كمان احلاف عسكريه هنتكلم عليها. دول جمعوا نفسهم وعملوا كده قوتهم اسمهم حلف وارسو، ودول جمعوا قوتهم اسمهم حلف شمال الاطلنطي. المهم خلينا في التكتلات الاقتصاديه. يعني بعد الحرب العالميه الثانيه الدول المتقدمه قال لك احنا نفتح اسواق مع بعض، نتكتل كلنا مع بعض، فيرجع تشكيل التكتلات الاقتصاديه.
يؤدي تشكيل ظاهرة حديثة ترجع إلى بداية القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية. ماشي. وقد تنامت زادت سرعة إن الدول المتقدمة بدأت تنضم للتكتلات دي، وخاصة الدول المتقدمة. بمعنى في مثلا بيقول لك من جول السعيد يسعد أوروبا، دول متقدمة جدا إذا كان بقى ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، جمعوا بعض وعملوا سوق ما بينهم يبيعوا مع بعض. طيب اي حد هيدخل؟ قال لك لا، مش اي حد هيدخل، لازم يكون حد قوي زينا وجنبنا في الاتحاد الاوروبي. قال لك معلومه، لو نجح قاره افريقيا في اقامه تكتلات اقتصاديه، يعني الدول دي بدات انها تتحد مع بعض اقتصاديا ويشتروا ويبيعوا مع بعض في كل اطراف قاره افريقيا، لان قاره افريقيا معروفه انها عندها مواد خام، مناجم بقى وبترول وي 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 تمام. وده اللي خلى الدول الاستعماريه تطمع في في الخيرات اللي موجوده في افريقيا. قال لك افريقيا دي لو اتجمعوا كلهم مع بعض يؤدي الى تغيير اطراف القوى العالميه، هيبقى تكتل افريقي كبير جدا، وده هيحصل هنشوفه كمان شويه في حاجه اسمها الكوميسا. طيب مفهوم التكتلات الاقتصاديه، يعني الدول بتندمج مع بعض ويعملوا تكتل او سوق مشتركه ما بينهم ويكبروا كلهم. قال لك التعريف، التكتلات الاقتصاديه درجه من درجات التكامل الاقتصادي. هنعمل مول، كل حاجه هتبقى متوفره، الحاجه اللي ناقصه عندي عندك، والحاجه اللي ناقصه عندك هتلاقيها مثلا عند زميلنا. بنبيع في المول ده او التكتل ده كل اللي انت عايزه، اسماك تلاقي، ملابس تلاقي، خضر وفاكهه تلاقي، كل حاجه متوفره. قال لك درجه من درجات التكامل الاقتصادي. ماشي، التكامل الاقتصادي. يبقى اول ما اسمع كلمه تكتلات اقتصاديه افتكر كلمه تكامل اقتصادي. في اندماج ما بين ت كاف وت كاف، افتكر التكتلات تكامل، افتكر كلمه التكامل. ماشي، درجه من درجات التكامل الاقتصادي. مالها بقى؟ الذي يكون بين مجموعه من الدول. ماشي، مالها؟ المتجانسه، يعني المتشابهه. احنا شله واحده 5 افراد، انا وانت وفلان وفلان وفلان، بس احنا كلنا شبه بعض، نفس الدماغ، نفس السن، نفس التفكير، كلنا يعني شبه ولد، يعني تربيتنا كلنا حلوه، شبه بعض، نفس العادات والتقاليد. فقال لك الدول بتندمج مع بعض ويكونوا الدول متجانسه، يعني شبه بعض. بقى جغرافيا، يعني في نفس المكان، وثقافيا واجتماعيا. ماشي. وتجمعها مجموعه من المصالح الاقتصاديه المشتركه، كلنا هنتحد عشان نعمل مول وعشان كلنا نكسب كلنا سوا. يبقى هي درجه من درجات التكامل الاقتصادي. اول ما يقول لي كلمه التكتلات اقول له كلمه التكامل الاقتصادي. تمام، قريبين من بعض. الذي يكون بين مجموعه من الدول. مالها بقى؟ المتجانسه في 3 حاجات، جغرافيا، ثقافيا، اجتماعيا، 3 كلمات ورا بعض كده. تمام. وتجمعها مجموعه من بينجمعوا في بقى؟ في مصالح اشتراكيه مشتركه، اللي انا عايز اكسب وانت عايز تكسب وزميلنا عايز يكسب، فلما نتجمع كلنا هنعمل السوق المشتركه او المول بتاعنا وكلنا نكسب سوا. تمام. طيب يبقى نعيدها تاني، التكتلات الاقتصاديه هي نوع من او درجه من درجات التكامل. مظبوط، التكامل الاقتصادي الذي يكون بين مجموعه من الدول. مالها؟ المتجانسه، يعني متشابهه، جغرافيا، ثقافيا، اجتماعيا. وتجمعها مجموعه من بقى؟ 3 كلمات ورا بعض، المصالح الاشتراكيه المشتركه، الاقتصاديه المشتركه. تمام كده، فهمت؟ طيب شكل التكتلات الاقتصاديه باشكالها مختلفه. حيزه مكانيا على خريطه العالم، يعني موجودين لهم مساحه على خريطه او مساحه يعني جنب بعض. يا عم، ما احنا قلنا مثلا من شويه المثال بتاع دول شمال افريقيا، ليبيا جنب الجزائر، ومن هنا مصر، وفي السودان، وكلنا جنب بعض. انما مش هنروح مثلا نشترك مع دوله بعيده هنوصل لها ازاي دي، انما احنا جنب بعض نعرف نبيع ونشتري جنب بعض، زي ما نكون كلنا مجتمعين كده في المول، المحلات جنب بعض. تمام. حيث تضم دول متعدده، يعني التكتلات الاقتصاديه مالها؟ تشكل حيز مكاني على خريطه العالم، تضم دول متعدده. تمام، احنا كذا دوله جنب بعض، تتكون انها تتكون من دول محدده. يعني معينه؟ يعني لا، محدده يعني لها حدود. هنا حدود مصر، جنبها حدود ليبيا، جنبها حدود الجزائر، جنبها حدود تونس، ففي حدود. وتشغل مساحه من الارض محدده بقى؟ يعني من اولنا لاخرنا فين؟ الاول كنا احنا 5 محلات، اقول لك احنا بادئين والله احنا محلاتنا احنا 5 صحاب، من اول محل فلان على الناصيه لحد اخر محل الخامس مثلا بتاعنا فلان على الناصيه. تمام. فهنا قال لك الدول تشغل مساحه من الارض محدده بالحدود السياسيه الاعضاء. نرجع تاني للخريطه. هنا حدود مصر طبعا معانا مصر وسين. هقول لك والله شمال افريقيا بدا من اول مصر على اليمين
وعدي بقى معاك جنبك ليبيا والجزائر وتونس والمغرب لحد ما توصل لايه لاخرك عند المغرب. احنا بادئين من اول مصر. ثانيه واحده. احنا بادئين من اول مصر مثلا من هنا، تمام، لحد المغرب، تمام. يبقى حدودنا من اول يعني اقصى اليمين مثلا للدول عند مصر، واخرنا مثلا الناحيه الثانيه عند المغرب. حلو. احنا ماسكين ايه دلوقتي؟ احنا ماسكين من اول البحر الاحمر لبحر المتوسط لحد محيط اطلنطي. كلام جميل. نرجع تاني بقى نشوف الكلام ونسهله شويه. تضم دول متعدده، عرفنا اي انها تكون من دول لها حدود محدده، تمام، وتشغل مساحه من الارض، كلهم جنب بعض اهو على خريطه، مظبوط، محدده. حدودنا من هنا لهنا هي حدود اول دوله من هنا لاخر دوله من هنا، تمام، محدده بالحدود السياسيه، يعني بالحدود بتاعه الدوله لاعضائها اللي هم الدول، تمام. قال لك مراحل تكون بقى التكتلات الاقتصاديه. عايزين نفتح مول مع بعض بقى يا جدعان، ونضم محلاتنا ويبقى مول اسمه التكامل كده بينا، بدل ما كل واحد بيبيع لوحده ايه فرداني في اللي زباينه هو في المحل بتاعه. قال لك هنرفع الحواجز الجمركيه وغير الجمركيه بين اعضاء تكتل امام السلع الوطنيه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مصر بتنتج زراعه، الجزائر بتنتج لحوم، ليبيا بتنتج ملابس، دي الصناعه الوطنيه لكل دوله بتصنعها جوه بلدها، فعايزين نصدر. فقال لك والله احنا هنبيع ونشتري مع بعض، هنراعي بعض في السعر. قال لك الحواجز الجمركيه ما فيش بقى جمارك بيننا وبين بعض. يعني دلوقتي احنا هنبيع مثلا خضار او فاكهه هنبيعه للمغرب، والله المغرب مش هتحسبني زي غريب. قال لك لا، انت مصر معانا في الاتحاد وجنبنا، طيب يا مصر احنا ايه ما فيش جمارك، مش هندفعك زياده، بيعي. وفي نفس الوقت لما السمك بتاع المغرب يوصل مثلا يتصدر لمصر، مصر تعمل ايه؟ مصر تقول لك خلاص انا مش هدفعك انت يا مغرب، خلاص انت غير الغريب هدفعه. انما احنا منا وبين بعض نشيل الحواجز الجمركيه عشان يبقى ايه البضاعه سهله ان احنا ايه نتعامل مع بعض من غير ما نزود السعر على بعض، تمام. فرفع الحواجز الجمركيه وغير الجمركيه بين اعضاء تكتل امام السلع الوطنيه. يعني هنبيع لبعض والسلع بتاعتنا مش هيبقى عليها جمارك، خلاص هندخل مسائل كده ومش هنصعبها على بعض ومش هندفع بعض رسوم زياده. حلوه الفكره دي. قال لك اتحاد الجمركي. يعني ايه اتحاد جمركي؟ بمعنى تحديد تعريفه موحده على السلع المستورده من الدول خارج التكتل. انا فاتح محل خضار وحضرتك فاتح محل خضار، جالنا التاجر يبيع لنا خضار مثلا، تمام، هنقول له والله بص التسعيره واحده، انا هشتري منك بسعر كذا وزميلي هيشتري منك بسعر كذا عشان السوق ما يضربش عندي والسوق ما يضربش عنده. فقال لك ان اي دوله هتيجي تبيع بضاعتها لينا في التكتل ده هيبقى ايه التعريفه واحده، هشتري منه بنفس السعر اللي حضرتك ايه هتشتري منه بنفس السعر عشان ما نضربش السوق عندنا، تمام. طيب لو انا اشتريت منه بسعر اقل فهو يبيع لي اكتر، فهيبقى عندي بضاعه. طب زميلي قال لك لا مش هينزل له بضاعه، فكده انا بقيت كويس وزميلي الدنيا وقفت معاه، ضربنا السوق. فهنا قال لك مش عايزين نضرب السوق للدول اللي داخله ايه في التكتل. قال لك اتحاد جمركي، يبقى كلنا رجاله نتعامل على تسعيره واحده، تمام، بمعنى تحديد تعريفه موحده على السلع ايوه المستورده اللي هي جايه لنا من الدول خارج التكتل، من اي حد يبيع لنا بضاعته وهو مش معانا في التكتل بتاعنا. حلو جدا. السوق المشترك، دخلنا بقى على السوق المشترك اللي هو المول بقى، ويتم فيها تحرير تدفق العمله وراس المال بين الدول الاعضاء، اللي هو خد ودي، التعامل بيننا يعني سهل، احول لك فلوس هتحول له فلوس، او خلاص بنعرف نتعامل مع بعض في الايه في الفلوس، تمام. فمش هيبقى فيه حاجه صعبه، يعني مش هيبقى فيه كلاكيع زي ما بيقولوا كده. فالسوق المشتركه يتم فيها تحرير تدفق العمله وراس المال بين الدول الاعضاء. طيب عندنا الوحده الاقتصاديه، الاتحاد الاقتصادي بينهم، يتم فيها تنسيق السياسات الماليه والنقديه بين الدول الاعضاء. حاجه كده عامله زي مثلا عمله اليورو. الاتحاد الاوروبي لما اتحد وقال لك انا عامل عمله موحده، يعني مثلا المانيا تقول لك انا عندي مثلا عملتي اسمها الدولار الالماني، انت يا بريطانيا يقول لك جنيه استرليني، فرنسا تقول لك انا عمله بتاعتي اسمها فرنك فرنسي، زي ما احنا العمله بتاعتنا جنيه مصري. فالوحده الاقتصاديه قال لك بصوا يا رجاله، احنا ممكن ايه نتعامل بعمله موحده بيننا، نعمل عمله كده اسمها اليورو. اليورو دي اللي نشتري ونبيع، يعني ايه زي كوبون كده، هو ده اللي ايه العمله اللي احنا هنتعامل بيها بيننا وبين بعض، تمام. فالوحده الاقتصاديه يتم فيها تنسيق السياسات الماليه والنقديه بين الدول الاعضاء، الدنيا مش هتبقى صعبه. وخامس حاجه الاندماج الاقتصادي الكامل. طيب تعالى بقى ايه
ندخل على مقومات القيام التكتلات الاقتصادية. عشان يقوم تكتل اقتصادي وعشان يحصل مول بينا، احنا مثلا في المثال بتاعنا احنا قلنا 5 و5 محلات جنب بعض، هنفتح مول ما بينا يشملنا اسمه التكامل مثلا، سوق كامل كده يقول لك انا راح المول التكامل بتاع فلان وفلان وفلان. تمام. طيب الدول عشان تعمل تكتل اقتصادي جنب بعض، قال لك اول حاجه لازم يكون في مقومات جغرافيه، بمعنى يكونوا جنب بعض. يا عم يعني الدول سهله، انت عايز تبيع بضاعه خلاص عدي الحدود بيع للدوله اللي جنبك او الدوله اللي جنبك، الموضوع سهل. انما مش هتروح نبيع لدوله ندخلها معانا مثلا استراليا في اخر الدنيا خالص في المحيط. فقال لك يعد الاتصال الارضي يعني الدول جنب بعضها من اساس لقيام التكتل الاقتصادي، مثل دول اوروبا التي شكلت الاتحاد الاوروبي. بمعنى اوروبا دول كلها جنب بعض فعملوا اتحاد كلهم جنب بعض، ماشي، يبقى في اتصال ارضي بين الدول وبعضها، حلو جدا. تاني حاجه المقومات البشريه والتكنولوجيا، وجود حجم سكاني مناسب في الدول التي يضمها التكتل الاقتصادي. فالحجم المناسب يؤدي الى ضمان سوق بين دول التكتل التي تشجع على قيام الانشطه الاقتصاديه، يعني وجود حجم من العماله يكون قادر على استثمار موارد الدول في التكتل، وهذه العماله عنصر اساسي في كل دول التكتل. كلام كبير بس نفهمه. مصر عندها كام؟ 100 مليون. تمام. فمصر عندها منتج مثلا زراعي، استثمار زراعي، عندها خضر وفاكهه بتبيع لكام؟ ل 100 مليون، بتغطي الانتاج المحلي اللي هم السكان اللي عايشين المصريين جوه مصر، وعندها فايض في الانتاج فبتصدره. فهتصدره لمين؟ قال لك والله بص، مصر اقدر اغرق لك الدنيا دي كلها بالبضاعه بتاعتي، عندي انتاج زراعي وبصدر وتمام. انت يا ليبيا عندك كام؟ قالت لك يا عم انا عندي مثلا 100 مليون، الجزائر عندي 100 مليون، المغرب عندي 100 مليون، وتونس 100 مليون. فكانت مصر بتبيع المنتج بتاعها ل 100 مليون. دلوقتي لما اجتمعنا كلنا في التكتل هنبيع لكام؟ هنبيع لعدد سكان الدول دي. تمام. هنبيع بقى ل 500 مليون. فمصر هتنتج زياده وهتبيع لايه؟ لسكان اكتر في الدول الثانيه. حلو. زي ما اكون مثلا دلوقتي انا عندي 100 زبون وانت عندك 100 زبون وفلان عنده 100 زبون، لما عملنا المول واتحدنا بعدد زبايننا كلنا مع بعض، بقى انا ببيع لزبايني وزباينك وزباين فلان وفلان وفلان اللي معانا في الايه؟ في المول بتاعنا. فبدانا بقيت ببيع ل 500 مش ببيع ل 100. فقال لك عدد سكان مناسب في الدول، عدد السكان ده هيعمل ايه؟ هيخلي في سوق يا عم، نعرف نبيع يعني المنتج بتاعنا لناس كتير هنا وناس كتير هنا وناس كتير هنا. فاللي هيحصل ان مصر بقى عندها طلب زياده فهتنتج اكتر فهتكبر اكتر، زباينها كترت. تمام. طيب وتاني حاجه لازم يكون في شباب موجودين مثلا او سكان كتير يقدروا، لو احنا عندنا مثلا موارد، عندنا زراعه، احنا اتفقنا ان مصر بتنتج مثلا زراعه وعندنا ايدي عامله كتير يقدروا ان احنا ايه؟ نعمر صحراء ونزرع اكتر، في عمال. تمام. فليبيا مثلا تقول لك انا عندي مصانع، ماشي يا ليبيا، عندك عمال كتير او عندك سكان كتير يقدروا ان هم يشتغلوا في المصانع دي ويطلعوا انتاج، تقول لك انت يا جزائر تقول لك انا عندي برضو عماله كتير. فعماله كتير معناها او سكان كتير معناها ان في عمال كتير يقدروا يطلعوا الايه؟ الموارد اللي موجوده في كل دوله ويطوروها، وفي نفس الوقت اقدر ان انا ابيع للسكان دول ودول 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 زباين هنا وهنا وهنا وهنا، زي ما حسبنا على ايه؟ على المثال الصغير بتاعنا بتاع المول. نقرا الكلام تاني. قال لك المقومات البشريه والتكنولوجيا، وجود حجم سكاني مناسب. تمام. في دول التي تضمها التكتل الاقتصادي، مظبوط. فالحجم السكاني يناسب ايه؟ الحجم السكاني المناسب بيعمل ايه؟ يعني ضمان سوق بين دول التكتل، هعرف ابيع هنا وهنا وهنا وهنا، في سكان كتير فابيع لهم كتير واصدر كتير وانتاجي يزيد بقى واكبر بقى وسط الدول دي. يعني ضمان سوق بين دول التكتل تشجع على قيام الانشطه الاقتصاديه. فهمتها. ويعني وجود حجم من العماله سكانهم كتير، فالشباب اللي عايزين يشتغلوا كتير فيبدا ان هم ايه؟ يهتموا بالموارد بتاعتهم، يعني بالزراعه، بالمصانع وخلافه. يعني وجود حجم من العماله يكون قادر على استمرار موارد الدوله في التكتل، وهذه العماله عنصر اساسي في كل دول التكتل. دي اول